بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض البيكاتا بالشامبينيون بالطريقة الأصلية بكل تكاتها وحركاتها وأسرارها، طعمة ولذيذة ومشهية ملهاش حل. يلا بينا نبدأ الخطوات مع بعض. خطوة حبايب قلبي، اللحمة بتاعتنا لحمة بلدي نص كيلو، هناخدها ونقطع، يعني القطعة دي هتبقى نصين بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده بعمل مية بصل زي ما احنا شايفين، خالية من البصل، وبتبل بيها اللحمة بتاعتي. هنحط ملح وفلفل، معلقة صغيرة فلفل، ومعلقة صغيرة ملح، هيمالايا أو أي ملح يعجبك. هقلب كل الكلام ده في بعضه كويس جدا بالشكل ده. تبلتها وحطيتها على بعضها وهسيبها لمدة ساعة تاخد من التتبيلة في بعضها. لكن تقدري تشتغلي على طول. على ما تاخد من التتبيلة هنسلق شوية مكرونة. بنحط لترين مية معاهم معلقة ملح صغيرة ومعلقة زيت، وأول ما تغلي بحط فيها المكرونة. أنا بحب طعم المكرونة الاسباجيتي بس بكسرها، بخليها كده لسهولة الأكل. فنص كيلو مكرونة متكسر زي ما انتوا شايفين، أو لو بتحبوها زي ما هي براحتكم. بالظبط 4 دقايق أو 5 دقايق بتكون اتسلقت، وبكده بتبقى خلصت المكرونة. وفي طاسة تانية هنحط مكعب زبدة اللي احنا عاملينه مع بعض، او سمنة او زبدة وزيت او سمنة وزيت زي ما عجبكم. واول ما تسيح كويس معانا الزبدة او المادة الدهنية، ببتدي ان انا انفضها كده من التتبيلة وابدأ ارصها كده. ياخد لون من الوشين. احنا كل القصة عايزينها تاخد لون من الوشين. هحط الكمية وارجع لكم. كده خدت لون، هنبتدي نطلعها. بس كمان عندنا المية غليت بتاعة المكرونة، هبتدي اضيف المكرونة. التقليب يا جماعة لمدة 5 دقايق كل شوية علشان ما تتكتلش في بعضها. خلاص، هبتدي دلوقتي ان انا اطلع بقى اللحمة بتاعتي. خدت لون خلاص من كل النواحي اهي وبقت تحفة. في نفس الطاسة بعد ما شلنا منها اللحمة هنحط مكعب زبدة. على ما يدوب هبتدي اقطع البصل بتاعي مكعبات والمشروم بتاعي شرايح. تقطعت البصل بتاعتي صغير خالص وكبير شوية سنة صغيرة علشان يبقى متناسق مع شرايح المشروم. وانتي تقدري طبعا ان انتي تقطعي بالكيفية اللي تعجبك حتى لو كان جوليان يعني. هقلبها تقلبتين كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ ان انا احط المشروم بتاعي متقطع صغير زي ما احنا شايفين، وهقلبه. طبعا احنا بنقلب من 5 دقايق كده او اكتر. عايزة البصل خالص يبقى معايا والمشروم كمان يبقى دخل في السوا كده. عدى معايا 5 دقايق على المكرونة بتاعتي. هبتدي اشيلها من على النار واشطفها واصفيها زي ما احنا شايفين كده. شوفوا بالشكل ده. اول ما تبتدي كده خلاص البصلة بتاعتي دي دبلت معايا والمشروم بدأ ياخد لون، هبدأ ان انا احط 5 6 فصوص ثوم، يعني معلقة صغيرة ثوم مفروم، واقلب تقلبتين. بنجيب بقى الخلطة بتاعتي كده بعد ما بنقلب الثوم دقيقة على جنبه. هنحط هنا معلقتين دقيق ونقلبهم شوية، بعدين ندخلهم في الخلطة بتاعتي.
نفس الطاسة هي بس انا هنقل في طاسة اكبر عشان اخد راحتي اكتر، لكن هي في نفس الطاسة عادي. بما اني هنقل في حاجة تانية كبيرة، فقلت الاول كده اقلب الدقيق بتاعي تقليبتين وبعدين احط عليه باقي المكونات، لان كده كده كنت هقلب التقليبتين دول على جنب. ممكن بقلب معاه معلقة مرق الدجاج فورية، وانا بقلب كده دقيق بالظبط اقل من دقيقة، وهحط مكوناتي عادي زي ما قلت لك. كله بيبقى في طاسة واحدة عادي جدا، بس هي ايه، طاستي طلعت صغنططة شوية. بالشكل ده تقدري معلقة الدجاج ما تحطيهاش لو مش حابة، او تحطي 7 بهارات زي ما عجبك. هنحط بقى الخلطة بتاعتي واقلب كله مع بعض. بعد ما قلبنا المكونات في بعض كويس، هنضيف نص لتر لبن او نص لتر شوربة، قيمة كوبايتين. لكل معلقة دقيق كوباية لبن. هقلب كده كويس علشان ما تتكتلش. اهي بدأت تغلي معايا بالاسباتولا كده. انزل كل الجوانب. هبتدي ان انا احط علبة كريمة طهي صغيرة، علبة كريمة طهي صغيرة بالشكل ده، واقلب. كريمة الطهي لو مش في متناول ايد الجميع ممكن ما نجيبهاش، وزي ما قلت لكم ممكن بدل اللبن ميه، وفي كل الاحوال هتطلع تحفه ورائعه. احنا مجرد بندهن الطعم، والوصفه الاصليه فيها كريمه الطهي. اول ما بتغلي كده في بعضها، ببتدي ان انا احط مكعبات اللحمه بتاعتي الستيك، يعني اللحمه اللي هي شرايح يا جماعه، لان عشان تستوي معانا وكل لحمه صغيره بلدي زي ما احنا شايفين. ضفت اللحمه كلها كده، ابتدي اقلب بقى. انا ضفت معلقتين لبن بس، علشان انا عايزه اسيبها على النار دقيقه، وهي كانت خدت القوام المظبوط، فكل ما هسيبها تتقل اكتر. حطيت معلقتين لبن عشان كده بس، لكن لو انت عندك القوام كان كده تقدري ما تحطيش، ما تزوديش. جمالها بقى في ايه؟ هي دي يا جماعه الوصفه الاصليه. في ناس بتحط عصره ليمون، لكن الوصفه الاصليه ما فيهاش عصره ليمون. جمالها ان انا الصوص بالمشروم بالبصل الحاجات دي لما بتتبقى، بقدر ان انا اشوح حته لحمه واحطها فيها، ودقيقه واحده على النار، ويبقى عندي بيكاتا تاني. اقصد اقول لو الصوص ما خلص معاها دقيقه، ونرجع نشوف الدنيا بقت نظامها ايه. بكده خلصت يا جماعه، بألف هنا وشفا. ما خدتش 10 دقايق في المطبخ وكنا مخلصين. بقول لكم، مش عايزه اقول لكم قد ايه الطعم تحفه تحفه تحفه، والريحه ملهاش حل. الناس اللي بتحب الليمون تحط عصره ليمون، لكن الوصفه الاصليه ما فيهاش ليمون. واستنوني مع كل جديد واقتصادي وعلى قد الايد مع استاذه هاجر.